تخيل لو فهمت ماضيك، مش بس عشان تفتكره ولا عشان تندم عليه، لكن عشان تعرف هل لسه بيتحكم فيك من غير ما تحس. ليه بتتجنب ناس معينة؟ ليه بتزعل من حاجات تافهة؟ ليه بتكرر نفس الغلطات من غير ما تفهم ليه؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. تخيل لو إن ماضيك مش بس صور في دماغك، لكنه زي نظام تشغيل شغال في الخلفية طول الوقت. من وانت صغير وانت طفل، العقل بيسجل كل حاجة: كلمة قالها أبوك، سكوت أمك، ضحكة حد، ضربة بالقلم حتى لو كانت على سبيل التأديب. العقل بياخد كل ده ويحوله لقواعد عايش بيها من غير ما تعرف إنها اتكتبت زمان. زي لما تكون ماشي على طريق وفجأة تلاقي نفسك بتلف في نفس الدايرة من غير خرايط. ده مش ضعف منك، ده اسمه تكيف. لكن المشكلة إن التكيف ده ممكن يبقى قديم جدا وما بقاش ينفع دلوقتي. تخيل لو إن معظم اللي حواليك وأغلب الناس اللي بتشوفها عندهم جروح قديمة مش واخدين بالهم منها. مش شرط يكونوا اتضربوا أو اتهانوا قدام الناس. الجرح ممكن يكون حاجة بسيطة جدا، إنك كنت بتتكلم وحد قطعك كتير فبقيت ساكت، إنك كنت بتحاول تفرح مامتك ومامتك كانت تعبانة وقتها وما ردتش عليك فاستنتجت إن أنا مش مهم، أو إن حد قالك لأ بشكل قاسي مرة واحدة فبقيت خايف تطلب حاجة تاني. ده اسمه التعميم العاطفي. العقل الصغير بياخد موقف واحد ويعممه على الحياة كلها، ومعظم الناس عايشين بقواعد زي دي من غير ما يعرفوا إن أصلها غلط. تخيل لو إن حاجة زي دي مش غلطتك فعلا، لكن مسؤولية إصلاحها كلها عليك. في فرق كبير بين الغلطة والمسؤولية. الغلطة كانت من حد تاني أو من ظروف أو من نقص معرفة زمان، لكن المسؤولية دلوقتي جاية من إدراكك إنك لو فضلت واقف مكانك هتفضل تتألم بنفس الطريقة. يعني إيه؟ يعني إن اللي جرحك ممكن ما يكونش قصده يجرحك، وممكن يكون قصده فعلا، ده ما بقاش مهم. المهم إن العلاج مش هيجيلك من بره، الشفاء هيجيلك من جوه، لما تقرر إنك عايز تفهم ليه بتتألم وتحاول تحل المشكلة دي. في ناس بتفضل طول عمرها تلوم، وناس بتفضل طول عمرها بتتألم، وناس قليلة اللي بتقول خلاص كفاية كده، أنا قررت إني هفهم وهعالج. تخيل لو في ناس عايشة حياتها كلها مش حاسة إن عندها مشكلة أصلاً. ده مش كلام، ده في علم النفس اسمه اللا إدراك الدفاعي. يعني العقل بيخبي الجرح تحت ركام من التبريرات. مثال: واحد طول عمره بيخاف من العلاقات، يقولك أنا بحب الوحدة. واحدة دايماً بتتعلق بناس مش موجودة، تقول أنا عندي خيال واسع. واحد تاني بيعتذر طول الوقت من غير سبب، يقول أنا مؤدب زيادة. لا يا صديقي، ده مش أدب، ده جواك طفل خايف إنه يزعل حد عشان خايف يترفض. الخطر مش في الألم، الخطر إنك ما تحسش بيه وتفتكر إن ده أنت. وده اللي بيخلي أغلب الناس تعدي العمر كله وهم مش عارفين إنهم كانوا محتاجين شوية فهم بس. تخيل لو إن الحل مش إنك تقول لنفسك أنت قدها قدام المراية. الحل إنك تفهم إمتى اتجرحت الأول، وإنك تعرف إن اللي بتعمله دلوقتي كان زمان مفيد جدا لطفل صغير مش قادر يدافع عن نفسه. لكنك مش طفل دلوقتي. أول خطوة تعملها إنك توقف جري، توقف هروب، توقف لوم، وتقول لنفسك أنا عايز أعرف أنا ليه بحس بكده. مش لازم تعالج نفسك، بس لازم تعترف إن في حاجة محتاجة تتفهم جواك. ده اسمه الوعي الذاتي، وهو بداية كل تغيير حقيقي. بدونه هتفضل تعالج في أعراض من غير ما تعالج المشكلة الأساسية. زي واحد فيه شوكة في إيده، وبدل ما يحاول يطلع الشوكة يقوم ياخد مسكن للألم ويسيب الشوكة ولا يبص عليها. تخيل لو فهمت ماضيك، هتعرف ليه بتهرب من نجاحك أحيانا، هتعرف ليه بتختار الأشخاص الغلط، هتعرف ليه بتحب ناس مش حباك، هتعرف إن أكتر حاجة كنت خايف منها كانت مجرد صدى قديم. ولما تفهم كده هتحس إن في حاجة اتحركت جواك، مش فرحة كدابة لكن تقل خف. علاقاتك هتتحسن تدريجيا، مش عشان انت بقيت مثالي، لكن عشان بقيت حاضر. جواك مش هيكون فاضي أو دوشة، هيكون واضح أكتر، والناس اللي حواليك هتحس بيك من غير ما تقول حاجة، لأنك بقيت مرتاح في نفسك. وده مش كلام جميل، ده فرق بين حياة ضيقة وحياة واسعة. تخيل لو إن ماضيك طول السنين كان بيحاول يقولك حاجة وإنت كنت مشغول قوي إنك تسمع.
تخيل لو إن الجواب مش في النسيان لكن في الفهم. تخيل لو إن أول خطوة للسلام الحقيقي إنك تقعد مع نفسك تسألها سؤال واحد: إمتى بدأت أحس إني مش كفاية؟ مفيش إجابة واحدة صح، لكن في إحساس إنك قربت من الوصول لنفسك الحقيقية. لو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنتات أنت شايف إن ماضيك أثر فيك إزاي، وهل في حاجة اتحركت جواك لما سمعت الفيديو؟ ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناة، يمكن الحلقة الجاية تكون عن حاجة في بالك دلوقتي. تخيل لو فهمت ماضيك هتعمل إيه غير إنك تسامحه؟